في رقم يمكن هو أشهر رقم في العالم كله، بس ليش؟ شو سره؟ هذا هو اللغز اللي راح نكتشفه مع بعض. يعني شو اللي يخلي رقم واحد بس مميز لهالدرجة؟ وشو هو السر الخفي اللي يربط كل دائرة موجودة في الكون؟ هذا الرقم اللي نشوفه شكله بسيط صح؟ لكن وراه قصة طويلة، قصة حيرت أفضل العقول لآلاف السنين من أيام الإغريق القدماء لحد علماء ناسا اليوم. تخيلوا، له يوم عالمي خاص فيه 14 مارس من كل سنة، يعني أهميته وصلت لدرجة أنه العالم كله يحتفل فيه. هذا بحد ذاته يورينا قديش هو رقم مش عادي أبداً. طيب، عشان نفهم القصة كاملة لازم نرجع بالزمن لوراء، نرجع للبداية، للغز الأساسي اللي واجه المفكرين زمن. خلونا نتخيل أي دائرة تخطر في بالنا. لو رسمنا خطاً مستقيماً من طرف للطرف الثاني ويمر بالمركز، هذا هو القطر. سهل جداً صح؟ مجرد خط مستقيم نقدر نقيسه بالمسطرة بكل بساطة. بس المشكلة الحقيقية ما كانتش في القطر، المشكلة كانت في الخط المنحني اللي يلف حول الدائرة، المحيط. وهذا هو التحدي اللي حير الناس لقرون. كيف نقيس طول شيء منحني؟ هذا كان السؤال الكبير. كيف نقدر نقارن طول خط منحني بطول خط مستقيم؟ كأننا نقارن بين عالمين مختلفين تماما، عالم الخطوط المستقيمة وعالم المنحنية. وهنا جات الفكرة العبقرية. خلونا نسوي تجربة ذهنية بسيطة. تخيلوا إن محيط الدائرة هذا عبارة عن خط ملفوف. طيب، لو قصينا الخط هذا وفردناه، شو يصير؟ يصير عندنا خط مستقيم. والآن الخطوة الأخيرة، خلونا نستخدم القطر تبعنا كأنه مسطرة ونشوف كم مرة نقدر نحط القطر على طول هذا الخيط المفرود. وهنا كانت لحظة الاكتشاف العظيم. لما العلماء عملوا هذه المقارنة البسيطة لاحظوا شيء مذهل، شيء ما يتغير أبداً، علاقة ثابتة لكل الدوائر في الكون. اللي اكتشفوه كان مفاجأة بكل معنى الكلمة، مفاجأة غيرت نظرتنا للهندسة للأبد. تمام، صار عندنا الآن شيئين، الخط المفرود اللي هو المحيط، وأداة القياس تبعنا اللي هي القطر. يلا نشوف كم مرة القطر راح يتكرر على طول المحيط. طيب، نبدأ القياس. هذه أول مرة، وهذه ثاني مرة، وهذه ثالث مرة. بس لحظة، بعد 3 مرات بالضبط باقي فيه قطعة صغيرة غامضة باقية دائما، وهذه القطعة الصغيرة هي مفتاح السر كله. والشيء العجيب فعلا إن هذه النتيجة تتكرر كل مرة. ما يهم أبدا حجم الدائرة، سواء كانت صغيرة بحجم قطعة النقدية أو ضخمة بحجم كوكب، دائما العلاقة هي نفسها. القطر يتكرر 3 مرات وشوية. هذه النسبة الثابتة، هذا الرقم السحري الذي هو 3 وشوية، العلماء أعطوه اسم خاص، باي. فبكل بساطة باي هو الجواب على سؤال واحد: كم مرة نقدر نحصل القطر جوا المحيط؟ لكن هنا الجزء الأكثر غرابة، هذه شوي زيادة مستحيل تنكتب على شكل كسر بسيط. الأرقام اللي بعد الفصلة تستمر للأبد بدون ما تنتهي وبدون أي نمط متكرر. فوضى رقمية جميلة ومدهشة. طيب، كل هذا الكلام جميل ومثير في عالم الرياضيات، لكن السؤال هو: هل هذا الرقم له أي أهمية في حياتنا الواقعية؟ وهذا هو السؤال الأهم فعلا. ليش رقم واحد زي باي صار له كل هالأهمية في العلوم والهندسة؟ الجواب بسيط وعميق في نفس الوقت، لأن الكون اللي نعيش فيه مليان دوائر وأشكال كروية. وبما أن كل شيء دائري أو كروي يخضع لنفس القاعدة، صار باي أساسي ومهم جدا لأي حسابات تتعلق بهذه الأشكال، من حسابات الفلك إلى حسابات الهندسة. خلونا نفكر فيها شوي. بدون باي ما نقدر نحسب مدارات الكواكب بدقة، ما نقدر نصمم محركات السيارات، حتى أبسط الأشياء زي تصميم عجلات السيارة عشان تمشي بسلاسة. كل هذا يعتمد على باي. من أكبر المجرات لأصغر أجزاء الآلات، باي موجود. وهذا هو السبب اللي يخلي الكثير من الناس يعتبرون باي مش مجرد رقم مهم، بل هو الرقم الأهم في تاريخ الرياضيات كله. وهذا يخلينا نفكر، إذا كان سر كل الدوائر في الكون موجود في رقم واحد، يا ترى شو هي الأسرار الكونية الثانية اللي لسه مخفية بين الأرقام وتنتظر أحد يكتشفها؟